الكلمة إلى السيد النائب أبليلة عفيف، فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السيد الرئيس بالنيابة، السيد ممثل الحكومة ووزير العدل حافظ الأختام، السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السادة الإخوة والأخوات زملائي النواب، جميع من في هذه القاعة مع أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول المولى تعالى في كتابه العزيز: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن الفساد إذا استشرى في رحم أي دولة فإنه سيثقل كاهلها، ولا يمكن أن نتحدث عن أي إقلاع اقتصادي أو اجتماعي أو حضاري دون محاربة الفساد بكل أنواعه. وهذا القانون الذي بين أيدينا المنظم للسلطة العليا للشفافية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في معالجة هذه الظاهرة، غير أنه كما ذكرنا أكثر من مرة أن مشكلتنا تقع أو تكمن في تطبيق النصوص في الأساس لا في النص في حد ذاته. ولعل آخرها مر قبل أيام أن لجنة الشؤون الاقتصادية قدمت تقريرا مفصلا حول ندرة الزيت، وقدمتها إلى الجهات المسؤولة وإلى الحكومة ورفعتها إلى رئيس الجمهورية، ولكننا إلى اليوم نجد أن أزمة الزيت مستمرة وربما بأكثر حدة وطوابير كبيرة جدا من أجل اقتناء بيدون زيت. وبعد تفحصنا لفحوى هذا القانون سجلنا الملاحظات والنقاط التالية. أولا، في الفصل الأول المادة الثالثة: يقع مقعر السلطة العليا بمدينة الجزائر، وإحنا كما ذكرنا في غيرها من القوانين تشهد العاصمة اختناقا كبيرا جدا، فلماذا لا يحول هذه السلطة إلى سواء عنابة أو سطيف أو باتنا أو غرداية أو غيرها؟ اثنين، المادة الخامسة جاء فيها أنه يشترط لقبول الإخطار أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد، ويحتوي على العناصر الكافية لتحديد هوية المخطر. وهنا ألا يمكن أن تكون هناك مخاطر على المخطر أو الشاكي ولا مشاحة في المصطلح في حد ذاته، وتسليط عقوبة من إدارته في حالة تسريبه لوثائق رسمية مثلا كثير من الشركات. وهنا أشد على يد زميلي باللكحل الذي ذكر مظاهر متعددة في الشركات من مظاهر الفساد المتعددة، وكثير منهم عندما اشتكى قوبل بالرفض أو قوبل بالطرد أو قوبل بالحرمان، مع العديد من الشروط التعجيزية في التوظيف، ناهيك كذلك عن قانون الصفقات وما ينجر عنه من تحضير على مقاولين معينين من أجل أخذها. فهناك فساد كبير مستشري، ولكن لا يمكن أن يثبت هذا التجاوز أصلا بسبب تحكم المسؤول في الملف وعدم إتاحته الفرصة للوصول إليه، وهو ما يدفع بأي شخص للسكوت وعدم التبليغ كما ذكرنا. ثم لم نجد في هذا القانون كما جاء في الديباجة. جاء في الديباجة أن القانون سوف يحمي المخطر، ولكننا لم نجد في القانون برمته ما يحمي هذا المخطر أو هذا المبلغ. ثالثا، جاء في المادة السادسة أنه يتم تحديد محتوى أنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إلى آخره عن طريق التنظيم. ألم يحن الوقت للكف عن استخدام مصطلح التنظيم والإحالة في كل مرة؟ ونطالب من هذا المقام أن ترفع جميع النصوص القادمة بالنصوص الأخرى والمآلات التنظيمية حتى يتمكن البرلماني من رؤية المسار التام لأي قانون، وما نبقوش. أنا رأيت مرضتني أني كل مرة كل قانون نقول التنظيم، وأحيانا لما تمشي التنظيم تلقاه يخرج من مساره الحقيقي الذي رسم من أجله. رابعا، بخصوص المادة السابعة، جاء في الفقرة الثانية تهدف التوصيات التي تصدرها السلطة. لماذا لا تكون قرارات أو أوامر وليست توصيات؟ لأننا نخشى أن يكون محل التوصيات إلى الرفوف، لأنها لا تحمل صيغة الإلزامية، وهذا ما صرح به كما قلتها من قبل الرئيس باباس سابقا عندما قال بأننا قدمنا عدة مقترحات للحكومة وعدة توصيات ولم تأخذ بتوصية واحدة رحمه الله.
خامسا أيضا المادة الثامنة نلاحظ أن السلطة العليا دورها يقتصر على تبليغ النائب العام أو مجلس المحاسبة أو رفع التقارير أو الأمر بتنفيذ التوصيات، ولم توضح الجزاء في حالة عدم الامتثال، وهذا ما ينبغي توضيحه. ما عرفنا هذه السلطة لا هي قضائية ولا هي إدارية ولا هي استشارية. 30 ثانية واصل النائب. 30 ثانية روح 30 ثانية من فضلك النائب. 30 ثانية. ونفس الشيء في المادة التاسعة إصدار أوامر في حالة معالجة أي تأخر تقديم تصريحات وقصور وعدم الرد إلى غير ذلك. المادة 18 إن رئيس الجمهورية يعين رئيس السلطة العليا من باب الشفافية. ألا يجب تحديد المواصفات اللي واجب توفرها في هذا الرئيس الذي يتم تعيينه على هرمها؟ ثم في المادة 20 بغض النظر على أن الشخصيات من المجتمع المدني الذين تم إدراجهم بحكم الاتفاقية الدولية لا سيما المادة 13 ليس من المفروض أن هذه السلطة دورها تقني محض، لكن عبارة ما بين الأشخاص المعروفين. 30 ثانية واحدة خلاص. باهتمام بالقضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته تبقى هلامية ولا بد لها من التدقيق كتحديد تخصصهم مثلا. كذلك نرى أن هذه السلطة ومجلسها يغلب عليها التعيين بدل الانتخاب، وهو ما يبرز تغول السلطة التنفيذية على غيرها من السلط، وهو ما يدعو مصير هذه السلطة دائما محل تساؤلات. في الأخير هذه بعض النقاط التي نرى بضرورة معالجتها في هذا القانون حتى تستطيع هذه السلطة ممارسة مهامها بكل شفافية شكرا.